صينية فراخ مشوية بالخضار بس طعمها ولونها خطير وتتبيلتها كمان حلوة قوي وهتعجبكم. وعملت معاها كمان الرز البسمتي المبهر، غدا كده كامل مش هياخد معاكم نص ساعة بالظبط في التجهيز. تعالوا اقولكم عملته ازاي. هنجهز التتبيلة في الخلاط. ضفت طماطماية، 8 فصوص من الثوم المفروم، بشر ليمونتين كبار وعصير نفس الليمونتين، معلقتين كبار من الزبادي، 4 معالق كبار من دبس الرمان، معلقتين صلصة طماطم، ومعلقة من هريسة الشطة. ضفت عليهم ملح وفلفل اسود وبابريكا مدخنة، زنجبيل وكركم وقرفة، وتلت كوباية من زيت الزيتون أو الزيت العادي. ضربت كل ده في الخلاط كويس، وبعد كده ضفت 3/4 الكمية على الفراخ وتبلتها كويس وغلفتها بالتتبيلة ودخلتها كمان في الفتحات اللي أنا عاملاها، وخليت الفراخ المتبلة دي على جنب لغاية ما أكمل الخضار. قطعت جزر وبطاطس وفلفل وبصل وضفت عليهم شوية التتبيلة اللي سبتهم للآخر. تبلت الخضار كويس بالتتبيلة وصبيته في البايركس أو الصينية اللي هدخلها الفرن. وحطيت كمان على الخضار عودين روزماري فريش هيخلوا طعم الخضار حلو قوي. رصيت على وش الخضار الفراخ وحطيت كمان بقية كمية التتبيلة الموجودة. وهنا كنت بسخن الفرن على درجة حرارة 200 قبلها تقريبا بربع ساعة. غطيتها بورق الزبدة وورق الفويل ودخلتها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة نص ساعة في الأول. بعد كده هديت الحرارة على 180 لمدة ساعة عشان أعمل الرز البسمتي. ده رز مغسول ومنقوع ومتصفي كويس، وحطيت عليه توابل ملح وقرفة وكزبرة وكركم وتوابل مشكلة وتوابل فراخ. حطيت كل التوابل دي على الرز وقلبتهم كويس مع بعض وخليته على جنب. في حلة سخنة على النار فيها معلقتين من السمنة وشوية من الزيت، وشوحت فيها بصلاية كبيرة وأربع فصوص من الثوم المفرومين. قلبتهم مع بعض كويس لغاية ما كل روايح البصل والثوم طلعوا. بعد كده ضفت عليهم الرز البسمتي المتبهر وقلبتهم مع بعض، وضفت عليهم المية المغلية وخليته على نار هادية يستوي بالطريقة العادية خالص. بعد ما الفراخ استوت فتحت عليها الشواية عشان تاخد اللون التحفة ده. متأكدة انكم لو جربتوها هتعجبكم. استناكم تجربوها بطريقتي وانجوي.